انا بتكلم انجلش في دماغي كاني اوباما، افتح بقي اتوتر. اعمل ايه؟ هلو انا نغم زايد، وده فيديو جديد من سلسله 30 Day English Challenge رمضان اديشن اللي فيها بساعدك تتكلم انجلش في 30 يوم بس. وفي الفيديو ده بنجاوب اسئلتكم. اكبر عدو للغه التوتر. انا دايما متوتر، خايف اتكلم غلط، خايف اللي قدامي يحكم عليا او الكلام بيطير من دماغي، وخايف اكون بستخدم مصطلحات غلط. عشان نبطل نتوتر ببساطه محتاجين نبطل نخاف. عادي اتكلم غلط، عادي انطق غلط، عادي ما يبقاش عندي اكسنت كويسه، عادي استخدم جرامر غلط. دي حاجه طبيعيه جدا حتى من النيتيف سبيكرز. واحنا بنتكلم ما ينفعش نبقى بنفكر او بنترجم من عربي لانجلش في دماغنا، لان بكل بساطه تركيبه اللغه العربيه وتركيبه الجمله فيها مختلفه تماما عن تركيبه اللغه الانجليزيه وتركيبه الجمله فيها. عشان كده لو ترجمنا هنتعطل وهنتكلم غلط. يعني اتكلم من غير ما افكر؟ اتكلم من غير ما تفكر. من غير ما تفكر انا غلطت في حاجه ولا لا، من غير ما تفكر انا نطقت غلط ولا لا، من غير ما تفكر هو ايه اللي انا بقوله ده، هو انا مركب الجمله صح، من غير ما نفكر في اي حاجه. اتكلم وانت هدفك انك بس تستمتع وتغلط، لان كل ما هتغلط اكتر كل ما هتعرف نقاط الضعف اللي عندك، وكل ما عرفت نقاط الضعف اللي عندي هبدا اشتغل عليها، وده هيخلي الاخطاء بتاعتي قليله جدا. نصيحة في البداية، حاول دايما تبراكتس مع AI، سواء ابلكيشن زي ستيمولر، سواء عن طريق شادوينج، او حتى بينك وبين نفسك كده في المراية او في ريكورد. ابدا خد الستيب اللي بعد كده، وهي انك تتكلم مع حد. حاول الحد اللي تتكلم معاه ده تكون حد ما تعرفوش، عشان ما تخافش ان كان هيحكم عليك ولا لا، كده كده هو ما يعرفكش. بعد كده ستيب اب وابدا خد الستيب انك تتكلم وسط الناس. حل التوتر بيجي لما بنبطل نخاف. اللغة ما بتخوفش، اللي بيخوف هو ان احنا مستنيين الحكم من ناس تانية، وسامبلي محدش ليه حاجة عندنا، ففيها ايه لما نغلط؟ لو عندكم اي مشكلة بتواجهكم في الانجليش اكتبوها لنا في الكومنتس وهنجاوب عليها. Thank you for watching. Follow us for more. Bye bye.